السلام عليكم. دايركتور ولاء عبد العزيز معاكم، دايركتور في اوريفليم. النهارده الفيديو للناس اللي حابه تنضم بيزنس. دايما بيسالوني ايه شروط البيزنس، وهل ليه شروط معينه مرهقه زي مبيعات او زي معارف او زي ماديات او كده. فانا حابه الخص الموضوع كله في 3 نقط. ان هو بدون مبيعات، يعني انا لو داخلاها كشغل مش هبص خالص على موضوع المبيعات والبيع. تاني حاجة بدون معارف، لان دايما الناس تقول لي انا ما عنديش معارف ادخلهم. يا جماعة موضوع المعارف ده ما هواش ما عندنا خالص. المعارف دي بتبقى فترة تدريب كده في الاول خايبة، ولكن ما بنعتمدش عليها نهائي. الناس هي اللي بتجيلك، انت مش بتروحي لحد. تالت نقطة بدون مصاريف مادية، بمعنى ان انا مش هلزمك ان انت تعملي مبيعات معينة او تعملي فلوس معينة، لان دي اوقات بتوقف ناس كتير لما بيعرفوا ان في حد ادنى لازم يعملوه او كده. لا، هي بدون مصاريف، بدون معارف، وبدون بيع. اما بالنسبة للشروط الرئيسية اللي انا بدور عليها، ودي مهمة جدا، ايه هي؟ اول حاجة تكوني بتحبي المنتجات، ودي كطبيعتنا كستات كلنا بنحب المنتجات الخاصة بالبشرة والخاصة بالتجميل والجمال عامة. لو عندك البند ده وعندك وقت فراغ بسيط خالص، مش هقولك وقت فراغ كبير، وقت الفراغ ده انتي اللي بتحدديه، بالليل، الصبح، الفجر، الظهر، ده براحتك. تمام. لو عندك حاجة دول وموبايل في ايدك، ازاي تترجمي دول وازاي تحوليهم لشغل حقيقي بجد. مش عايزة اتكلم عن الشغل ده ولا بيديكي ايه، ولا ان ده تعرفيه باذن الله لما تدخلي. لو عندك الرغبة دي وعندك الامكانيات دي، انضمي فورا، املي الاستمارة وانا هساعدك بكل طاقتي وهضمك للفريق، وهتعرفي القصة كلها واحدة واحدة. بجد الموضوع يستحق. اللي شايفة في نفسها الرغبة انها تعمل ليها مشروع خاص او تساعد نفسها ويبقى ليها شغل خاص، تتواصل معايا فورا وتبعت لي على الخاص او على الاستمارة، وانا هتواصل معاها بنفسي خلال 24 ساعة وتنور الفريق.